نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. العلامات العشر التي واكبت ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هم 5 دقايق بس. أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل في أنه ولد من نكاح شرعي، كما نعلم أن قبل ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان الزنا منتشر وفي فواحش كتير، شرب الخمر والمسكرات ولعب القمار وغير ذلك، ولكن الله عز وجل عصمه من ذلك فولد من نكاح شرعي، فهو يفتخر بنفسه ويقول: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. العلامة الثانية أن السيدة آمنة حين حملت بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لم تجد وجعا ولا وهنا ولا ضعفا مثلما تحس الحوامل، وهذه آية من الله عز وجل أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان في معية الله عز وجل وهو في بطن أمه، يعني أمه ما راحتش للدكتور ولو مرة واحدة كما يحدث الآن. المرأة من ساعة ما تحمل أو الزوجة من أول يوم لحد ما تلد عند الدكتور، ولكن هذه عصمة من الله عز وجل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حين حملت السيدة آمنة بنت وهب بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام. ولذلك لما سئل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن بدء أمره فقال: دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام. دعوة أبي إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة مين؟ الخليل إبراهيم عليه السلام. وبشرى عيسى بن مريم كما قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام. حين حملت السيدة آمنة بنت وهب بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم جاءها هاتف وقال لها: يا آمنة لقد حملت بسيد هذه الأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وضعتيه على الأرض فسميه محمدا، لأن اسمه في التوراة أحمد، لكي يحمده أهل السماء وأهل الأرض، كما قال الشاعر: في الأرض أحمدا وفي السماء محمدا عند الإله مكرم محمود. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. حين ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولد مقطوع الصرة. معلوم ان المولود او الجنين في بطن امه بيتغذى عن طريق سرة متصلة ببطن الام بالجنين. ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مقطوع سرتي أي منفصلة عن أمه. ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مختونا حتى لا يراه أحدا أو يطلع أحدا على عورته عند الختان. ارتج إيوان كسرى فارس وسقطت منه 14 شرفة.
خمود نار فارس التي ظلت 1000 عام بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بيت محمد ابن يوسف الحجاج، أخو الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهذا البيت امتلأ نورا وبركة بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والده عبد الله بشهر، يعني الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما لم يرى والده قط، وهذه عصمة من الله عز وجل. وهذه الآيات تدل على أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في معية الله عز وجل منذ أن كان في بطن أمه إلى أن توفاه الله عز وجل. صلوا عليه وسلموا تسليما، فالله قد صلى عليه قديما وحباه بالخلق العظيم. فأبشروا يا مادحين لذاته تكريما. يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، فقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. هذا والله أعلى وأعلم، وكل عام وأنتم بخير.